روحت نهار الخميس لتبسة لأني توحشت والديا وكيكي وحبيت غير نحضنهم. ركبت في الطريق بحذا الطاكسيور وكي جيت هابطة قال لي على بالك أكثر حاجة ندمت عليها كي ما ديتش وحدة تبسية. طلع لي المورال وقلت خلي نحتفل، واللي جيت على مل بنة البركة اللي في طريق سكنسكا. حبيت نهز شوي فروماج ناكلوه في السهرية مع شوي مكسرات. بصح كي دخلت للحانوت عجبني كل شيء فيه، ربي بارك، لي بريزونطوار معمرين وكلش نظيف يشعل، من البن للزيت للشريح لكل شيء. تعرفت على حسام مولا الحانوت وبدا يشرح لي على كل فروماج مع واش يجي، سكري ولا صالي، وبدا يعرض عليا فيهم. هذا جودا فيمي، هذه لبنة الله الله تعوم في زيت الزيتونة، هذه ريكوتا بيضة تشهي، هذا جبن بالزعتر ريحته تهبل. صراحة عجبني كلش، وما خرجت غير ديت معايا كونتيتي مليحة، وزادني من عنده زيتون وفلفل محشي. الوغ لا الفلفل المحشي يهبل، وكل مرة أكيد راح نروح عنده راح ندي منه. حسام قال لي خلي ندير لك بلا ونزينهولك، بصح أنا لعبتها نعرف وقلت له خلي برك كي نروح نخدمه. ديت معايا الفرomاج وزدت شوي مكسرات، بصح الفريز لقيته ب75,000 ما حبيتش نشريه. العنب عطاهولي مولا الحانوت من عنده، وجبت لا بلانش وبديت نتفنن. هذاك الاخضر اسمه بوهزة، فرomاج تقليدي خفيف وطعمه قارص شويه وبنين وفيه الحار والعادي. زينت لا بلانش كيما عرفت وما زلت ما وريتهاش لمولا الملبنه، زعما لو كان خدمها هو تجي خير من التاعيه.